بيديله فلوس كتير عشان يبعد عن بنته. ساعتها بيرفض وبيقول له اللي حصل هي مش هبعد عنها. وهو ماشي بيقول انا عارف موضوع ابوك المحبوس، وبقول له ابويا بريء وهيخرج قريب. بعد كده لما كان قاعد مع مراته الباب بيخبط، واول ما بيفتح بيطلع ابوه، وبيفرح جدا اول ما بيشوفه، وفي نفس الوقت بيكون مستغرب وبيقول له انت خرجت ازاي؟ وبيقول له في راجل اعمال كبير خرجني لمده 4 ساعات عشان اقابلك. وبيفرح لما بيشوف مرات ابنه لاول مره، وبيقول له حماك قال لي هيخرجني لو انت طلقت بنته. وبيتضايق جدا من اللي عمله، وبيجي البوليس وبيقول له الوقت خلص وبياخده وبيمشي. وبيتضايق جدا وبيقول لحبيبته احنا انفصلنا ومش هينفع نكمل. وبتستغرب جدا وبتقول له انت مصدق اللي انت بتقوله؟ بس لما الموضوع يبقى متعلق بابويا يبقى لازم اعمل كده. وبتعرف ساعتها اللي حصل منه، وبتروح لابوها وهي متعصبه وبقول لها تعالى قبل خطيبك الجديد. ساعتها بتتضايق وبتدي له العصير في وشه، والولد بيتضايق وبيمشي. وبتقول له خرج حمام من السجن، ولما بيرفض بتقول له لو ما خرجتوش انا مش بنتك ولا اعرفك. فبيضطر غصب عنه يخليهم يخرجوه عشان ما يخسرش بنته. وبنته بتمشي وهي متعصبه. وبعد ساعتين البنت بتروح له، بيتفاجئ لما بيشوفها انها رجعت له، وبتقول انا سبت البيت والدنيا كلها واخترتك انت. وبتجيب له كمان ابوه، وبيفرح جدا اول ما بيشوفه.